السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة ان شاء الله جايه لكم فيديو سلس وسهل وبسيط وحلو قوي قوي قوي، ان شاء الله يعجبكم لان مكوناته بسيطة قوي. الفيديو ما شاء الله تحفة وخفيف، وحاجة احنا كلنا كنا زمان بنشتريها، كانت رخيصة الاول لكن دلوقتي سعرها بقى مبالغ فيه قوي. ده غير ان انت هتعمليها بكل نظافة، هتعمليها بكل حب لولادك، هتعمليها بكل نظام، هتطلع معاكي حلوة قوي. دايما انا ببقى مقتنعة ان حاجة البيت حتى لو مش بنفس الكواليتي العالي بتاع بره، بس هي كفاية ان انت عاملاها بايدك وواثقة في كل مكوناتك ان هي مش منتهية الصلاحية، ان كل حاجة نظيفة، كل طبق استخدمتيه او كل معلقة او ايدك انت شخصيا تكون نظيفة وتكون انت واثقة في كل حاجة. مقاديري سهلة وبسيطة كده. هاتي ورقة وقلم. لا تجيبي ورقة وقلم ايه ده، هما مكونين مش اكتر، مش هنغلب فيهم. معايا جوز الهند ومعايا كمان الحليب المكثف المحلى، وطبعا الشوكولاتة اساسي. انا كنت عاملة فيديو للمشتريات وللمكان اللي انا بجيب منه المشتريات بتاعت الحلويات، هجيبه لكم في فيديو المشتريات. ما شاء الله المكان تحفة والاسعار بتاعته موحدة، مش كتير يعني، مش مبالغ فيها زي اسعار بره، اسعاره حلوة قوي. جبت عندي 3 كوبايات من الاكواب المعيارية، اكبر كوب 3 كوبايات جوز هند. وجوز الهند عندك ما يكونش خشن وما يكونش ناعم، يكون متوسط بين الاتنين. وقولي للعطار كده هيديهولك حلو متوسط. ومعايا كمان الكوباية اللي اقل من الكبيرة، وهي بنقول عليها نص كوباية من الحليب المكثف المحلى. طيب ان شاء الله باذن الله لو انتوا شايفين الحليب المكثف المحلى غالي عليكم شوية، ان شاء الله هنعمل فيديو للحليب المكثف المحلى في البيت بطريقة بسيطة بدون سعر مبالغ فيه، وهتكون حلوة جدا. بس انا عشان كنت مستعجلة فجبت الحليب الجاهز. بتجيبي عندك نص كوباية. انا الكوباية اللي هي النص ما كنتش لاقياها وقتها، فاستخدمت اللي اقل من النص وحطيت منها 2 لو اخدتوا بالكم. تمام. عجنتها كويس جدا واتكيت عليها بحيث اتاكد ان هي بتتشكل معايا. عايزه اقولك جوزة الهند المتوسطة هترمي معاكي زيوت حلوة جدا، ما انتش محتاجة تحطي عليها اي دهون، بيرمي معاكي زيت حلو قوي. تمام. ما بنحطش اي حاجة على النار، مش بنسوي حاجة، ولا لبن بقى ولا بيض ولا عك ولا الكلام ده كله. كل ما في الموضوع هم مكونين زي ما قلنا سهلين قوي. حبيت بقى في الشوكولاتة بدع شوية، ما حبيتش احط شوكولاتة غامقة اللي هي بدون حليب احطها كلها غامقة، لا حبيت احط كمان شوكولاتة اللي هي شوكولاته بالحليب بحيث تدي طعم معايا حلو قوي. وعايزه اقول لكم لو انت حطيتي مكعب واحد على مكعبين من الشوكولاته السوداء، المكعب الشوكولاته اللي بالحليب هيوديها بصي في حته تانية خالص، هيخلي الطعم تحفه. بصي بقى شكلي عندك زي ما انت عايزه الايه جوزة الهند بتاعتك، تشكليها طويله، تشكليها مربعه، تشكليها مدوره، زي ما انت حابه. عندك قوالب حطيها فيها، عايزه تعمليها كور صغيره اعمليها فيها برضو زي ما انت عايزة. انا حبيت اعملها بالشكل ده عشان تبقى نفس شكل اللي بتتباع بالظبط. تمام. ما بتاخدش معاكي لا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، في ثواني كده وانت واقفة من غير حتى ما بتشغلي النار بتعمليها. طيب جبت عندي الشوكولاتة بتاعتي للكمية اللي انا عملتها، جبت مكعبين من الشوكولاتة الخام ومكعب من الشوكولاتة اللي بالحليب. آه هي لازم تكون الشوكولاتة بدرجة حرارة المطبخ عشان تقدري ان انتي تقطعيها بالسكينة عندك وتسيحيها بكل سهولة، ما تاخدش معاكي وقت على النار. بولع عندي النار في حلة او في كسرونة او في ايا كان اللي انتي هتستخدميه، وبحط فيها ربعها مية بحيث لما تغلي ما تطلعش فقاقيع او تنطر مية على الشوكولاتة عندي فتخرز وتبوظ. بحط ربعها او اقل كمان من ربعها مية. والمعلقة عندي لازم تكون ناشفة، والبولة اللي انا هستخدمها برضو لازم تكون ناشفة. حطها عندي على النار وبسيبها لحد ما تسيح. في الاخر هتلاقي بعض التكتلات، شيليها من على النار، هي خلاص كده تمام سخونيتها، هتسيح الباقي. بقت عندي مظبوطة اهي. رحت جايبة عندي بقى الايه جوزة الهند اللي انا عملتها زي ما قلت لكم، عملتها زي الجاهزة بالظبط، ورحت حطها عندي في الفريزر لحد ما مسكت نفسها. هي اصلا كانت ماسكه نفسها، بس انا برضو قلت ايه على ما الشوكولاته عندي تظبط هكون انا ايه حطيتها جمدت شويه. اسهل منها ما في، اسهل وصفه حلوه ممكن تعمليها، شكلها حلو في المناسبات هتبقى حلوه جدا مميزه،
طعمها روعة، بطعم زمان والله، بحلاوة زمان وبأيام زمان. وعايزة اقول لكم سعرها بقى مبالغ فيه قوي قوي قوي. هي اي نعم السعرات الحرارية بتاعتها عالية قوي، بس حلوة للأطفال. يعني انتي بدل ما بتديه مصروف الصبح يجيبوا كراتيهات بقى وشيبسيات وقرف وكلام من ده، انت ممكن تحطي له في اللانش بوكس بتاعه، او ممكن تحطي له في ايا كان اللي انت هتحطي فيه، تحطي واحدة او اتنين من دول كافلين انهم يظبطوا معاه اليوم. بحب قوي الحاجة اللي بتتعمل في البيت. انا من الناس اللي بعترض جدا على اكل بره، مبحبش اكل بره خالص. مش برجح ان احنا ناكل بره احنا وولادنا، وكل اللي بره ده احنا نقدر نعمله في البيت بمكونات بسيطة، حتى لو مش هيبقى الشكل هو، بس اكيد الطعم هو. يعني هم مش بيفتكسوا. فانتي تقدري تعملي كل اللي انتي عايزاه من بيتك بنظافة، بروقان، بترتيب، بكل حاجة. ما تحرميش ولادك من حاجة. عايزة اقول لكم ان كانت القطعة دي انا كنت شارياها والله ب10 جنيه. كانت عايزة اقول لكم مش حاجة، يعني مش قد اللي انا عاملاها. اللي انا عاملاها سميكة شوية وحلوة، غنية بكل حاجة. هما استحالة يحطولك عليها لبن مكثف محلى عشان هو بيبقى غالي، فبيحطوا اللي هو الشربات او السيرب زي ما بتقولوا، او بيحطوا عليها البتاع ده اللي هو عسل الجلوكوز عامة، بيحطوه عليها. فايه، انا شايفة ان اللبن المكثف المحلى بيودي طعمها في حتة تانية خالص. طبعا هعملها معاكم برضو بعد كده، هنعملها بالشربات، وهنعملها كمان عملناها كده بالحليب المكثف المحلى. هنعملها معاكم بالشربات عشان الناس اللي مش قادرة تجيب الحليب المكثف المحلى، وكمان هنعملها بالحليب المكثف المحلى اللي احنا هنعمله بطريقة اقتصادية قوي في البيت. هيعجبك قوي وهيبقى سهل عليكي، ممكن تخزنيه بيقعد معاكي في الشهور في التلاجة، ما فيهوش اي مشكلة. تمام. انا نزلتها كلها في الشوكولاتة زي ما انتم شايفين. الشوكولاتة لحد اخر لحظة انا محطتش عليها اي حاجة، يا دوب انا حطيتها على حمام مية ساحت عندي تماما. بعد كده ابتديت انزل فيها جوز الهند، وزي ما قلت لكم انا حطيته في الفريزر عندي علشان يجمد شوية، عشان وقت ما ينزل في الشوكولاتة تشمع عليه، ما تاخدش وقت في انها تنشف وتبصم وانتي بتحطيها. تمام كده. حطيها على حاجة تكون مخرزة من تحت او كده، بحيث تعمل معاكي شكل الخشونة او المثلثات الصغيرة او المربعات دي من تحت، بحيث تكون نفس شكل الجاهزة بالظبط. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص، واتمنى يكون عجبكم. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.